امبارح بالليل مجلس النواب كان مجتمع عشان الفاتورة الجديدة اللي هي بيسموها The Beautiful Bill، أو الفاتورة الجميلة، اللي اتكلمنا عليها قبل كده. دلوقتي هم عندهم مشاكل فيها كبيرة طبعا. الجمهوريين بيعتمدوا على نفسهم بس في التصويت في الفاتورة ديت، لأن الديمقراطيين مش هيشاركوا في التصويت، أو يعني بمعنى أصح كلهم هيقولوا لأ. فهم عايزين عشان يعدوا الفاتوره ديت ان كله يوافق عليها. رئيس دونالد ترامب اجتمع مع العديد من الجمهوريين امبارح قبل القصه ديت عشان يخلي الموضوع دوت يعدي. هم دلوقتي يزودوا تخفيضات اكبر. ده هيأثر على ناس كتيرة، هيأثر على العديد من المستفيدين من برنامج الفود ستامز اللي بيسموه سنابس، اللي هو الخاص بمساعدات الأكل والكلام ده. وهيأثر على الكثير من المستفيدين من برنامج ميديكيد، التأمين الصحي المجاني للناس محدودي الدخل. وكمان هم ضافوا تخفيض على الميديكير. الميديكير هو التأمين الصحي لكبار السن، طبعا برضو الممول من الحكومة للناس، فهيبقى فيه تأثيرات كبيرة جدا للناس. على عكس مجلس الشيوخ، الفاتورة دي تشمل الإعفاءات الضريبية اللي بيتكلموا عليها، اللي هي منها مفيش ضرايب على البقشيش التبس، ومفيش ضرايب على الأوفر تايم وحاجات زي كده. احنا شفنا امبارح كانت عدت فاتورة مفيش ضرايب على البقشيش من مجلس الشيوخ، لكن لسه الموضوع معداش في مجلس النواب. مجلس النواب كمان حاطط في الفاتورة ديت حاجات خاصة بإعفاءات ضريبية لشركات وحاجات زي كده، وزيادة انفاق في مجالات الهجرة ومجالات الدفاع وحاجات تانية الرئيس دونالد ترامب طلبها. هم عندهم ديدلاين او اخر وقت عشان يخلصوا الفاتوره ديت يوم الجمعه، فهم بيشتغلوا عليها في ظل اعتراض من الاعضاء الديمقراطيين اللي هم معترضين ان هو كمان ليه تعملوا جلسه الساعه 1 بالليل. فرئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بيقول احنا عايزين نخلص الفاتوره ديت عشان عندنا اخر يوم الجمعه لازم تكون خالصه فيها. فهنشوف الدنيا توصل لغايه فين. هم شغالين عليها بشكل كبير عشان تعدي. تحياتي للجميع، مع السلامة.